السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هعلمك ازاي تعمل نسخة متحركة او بورتابل ويندوز. بالمعنى الاصح اي حاجة فيها يو اس بي زي الفلاشة او سواء الهارد المتحرك او اي هارد خارجي عندك تقدر تحط عليه النسخة دي وتستخدمها عادي جدا، سواء تحط عليها الداتا بتاعتك اللي انت بتتنقل بيها كشغل مثلا او شغل اكسل او الحاجات دي كلها، او ممكن تعمل بيها بنش مارك لاي جهاز عندك او انت تست بيها اي جهاز. فبدون كلام كتير خلينا نبدأ بعد الانترو. طيب اول حاجه انا عايزك تعملها اللي انت تجهز النسخه بتاعتك سواء ويندوز 10 او ويندوز 11. زي ما انت شايف انا مجهز هنا معايا ويندوز 11 ومجهز معايا هنا البرامج اللي انا عايزها تبقى على النسخه. انا هنا هستخدم النسخه دي في البنش مارك، فعايز البرامج دي تبقى دايما موجوده على النسخه بتاعتي. خلينا نبدا على طول. اول ما تجهز النسخه او الايزوهيه تمام، ولو مش عارف ازاي بتنزل الايزو للنسخه هسيب لك لينك في الديسكربشن او اللينك اللي هيظهر لك فوق في فيديو احنا عاملينه ازاي تنزل ويندوز 10 او 11 الاثنين نفس الطريقه. خلينا نخش بقى في الفيديو بتاعنا على طول. اول حاجه انت محتاج تعملها اللي انت تفتح المتصفح بتاعك الجميل وتكتب ويندوز او خلينا نقول كلمه وين تو يو اس بي تمام بالشكل دوت كده. بعد كده تدوس انتر واول لينك هيظهر معاك هتختاره اللي هو ايزي يوفي تمام، وهتختار اول لينك هيظهر معاك بالشكل دوت كده. وبعد كده هتدوس على كلمه داونلود. البرنامج ده مدفوع طبعا، احنا كنا منزلين البرنامج ده مره فهدوس اوكي. البرنامج دوت مدفوع ولكن احنا هنختار بس الجزء الفري منه او هنحتاج الجزء الفري ده، يعني احنا مش محتاجين اكتر من كده من البرنامج دوت. البرنامج دوت ممتاز جدا، فخلينا بس نستنى لحد ما البرنامج ينزل معانا بالشكل دوت كده. وبعد ما البرنامج نزل معانا بالشكل دوت كده اوبن فولدر، وبعد كده هنسطبه عادي جدا. احنا مش محتاجين اي حاجه من البرنامج دوت غير الجزء الفري، فخلينا نسطبه عادي جدا. نيكست نيكست نيكست، تسطيبه عاديه جدا وبعد كده انستول. واعذروني لو صوتي متغير لان انا عندي دور برد، فدور البرد مطلع عيني صراحه. فبعد كده هندوس على فينيش تمام، وبعد كده يفتح لك اللينك بتاعه. مش عايزين اي حاجه من الموقع تاني، مش عايزين اي حاجه تاني. وبعد كده هنفتح البرنامج معانا بالشكل دوت كده تمام. زي ما انت شايف البرنامج يفتح معاك بالشكل دوت كده، يفتح لك الموقع بتاعهم تاني يقفله عادي جدا. ولما تيجي للحظه دي عايزك توصل الفلاشه او الهارد او اي حاجه يو اس بي انت عايز تحط عليها النسخه. فانا هنا هستخدم ام 2 زي ما انت شايف بالشكل دوت كده. ده عباره عن هارد ام 2 متركب له راكه تمام، وزي ما انت شايف هو بمدخل يو اس بي عادي جدا، يو اس بي 3، واقدر ان انا استخدمه عادي جدا. فخليني اوصله وارجع لك تاني. ووصلنا الهارد بتاعنا اللي هو الام دوت 2. زي ما انت شايف الهارد معايا 120 جيجا اللي هو الام 2 تمام. زي ده الهارد اللي انا هعمل عليه كل حاجه، ده الهارد اللي انا هعمل عليه النسخه بتاعتي احط عليها كل حاجه انا عايزها. عندك هنا ثلاث اوبشنين، عندك ويندوز تو جو اللي هي اليو اس بي وده اللي هو عنوان الحلقه بتاعتنا، وممكن تعمل ويندوز انستليشن يو اس بي او بالمعنى الاصح تحرق الاسطوانه بتاعت النسخه على الهارد دوت اللي انت لو عايز تسطب نسخه. ودي عادي جدا ممكن تعملها بالريفيوس او اي برنامج تاني، يعني عادي جدا الاوبشن ده عادي. والبوتابل وين بي اي دي اللي هي البوتابل ويندوز بري انستولد، دي اللي هي عباره عن زي الهايرين بوت والحاجات دي كلها، بس البرامج بتاعتها بتبقى بورتابل وليها قصه كده في البرامج بتاعتها مش هدخلك فيها. ولكن اللي احنا عايزين نعمله هنا هو ويندوز تو جو. واول ما تختار ويندوز تو جو هيفتح معاك بالشكل دوت كده. الدنيا هنا لذيذه خالص وسيمبل. اول حاجه هتدوس على السلكت انستليشن سورس او دي الايزوهيه اللي انت عايز تستخدمها وبتعمل بيها ويندوز تو جو، فتدوس على الاوبشن دوت كده وبعدين تدوس براوز ايمج فايل. وبعد كده هتختار النسخه بتاعتك او الويندوز اللي انت نزلتها سواء ويندوز 10 او 11. فزي ما انت شايف هنا انا معايا ويندوز 11 فاختارها بالشكل دوت كده. وبعد كده هتختار الاديشن او الاصدار اللي انت عايز تستعمله. في البرنامج هنا عشان هو تريلر فيرجن مش هتقدر تستخدم الويندوز برو والاديوكيشن، بس ممكن تستخدم اي حاجه ثانيه. فانا هنا هخليها الهوم لان انا هستخدم الويندوز دي في حاجات بسيطه جدا زي التيست او البنش مارك، او انا مثلا افتح اعمل عليها شغل بسيط، فمش محتاج اكتر من كده يعني. والفرق ما بين البرو والهوم مش حاجات كتيره، يعني مثلا زي الديفلوبر اوبشنز والحاجات دي كلها مش هتلاقيها في الهوم، ولكن الهوم هتفي بالغرض يعني مش هتقول لا معاك. فزي ما انت شايف بعد كده هتختار الديستنيشن درايف، واول ما تدوس عليها هيجيب لك كل الوصلات او كل الحاجات اللي متوصله في اليو اس بي اللي ينفع تنزل عليها النسخه سواء فلاشه او اي حاجه عامه. ولكن هنا انا مش موصل غير الام 2 اللي هو الهارد بتاعي اللي هو الام 2 تمام. زي ما انت شايف اللي هو ال 120 جيجا، فاختاره بالشكل دوت كده. هو نوعه جي مايكرون تك تمام، فده النوع بتاع الهارد. وبعد كده هتختار البارتيشن سكيم اللي هو الام بي ار والجي بي تي، فانت هنا تخليها جي بي تي لان الجي بي تي هو احسن حاجه. خلي بالك ان الجي بي تي بيحافظ على سرعه الهارد، يعني انت ممكن تبقى جايب هارد اس اس دي او ام دوت 2 وتحس ان الجهاز بطيء، يعني تحس ان الجهاز في الفتح والقفل، في الفتح بالتحديد هتلاقيه بطيء لان انت لو عامله ام بي ار هتلاقي الجهاز بطيء جدا. الجي بي تي هو افضل حاجه تمام. وعلى ما اعتقد ان اصلا في النسخ الجديده هم اصلا الام بي ار ده اتدفن خلاص، ولكن في الحاجات القديمه الام بي ار بينفع. فطبعا لازم تخليها على الجي بي تي، ده افضل حاجه عشان النسخه تبقى سريعه معاك. وبعد كده الانستليشن مود
هتخليه ليجاسي بدون ما ادخلك في تفاصيل كتير. واديشنال درايفرز هنا ممكن تحدد له فولدر لو انت عندك تعريفات جهاز معين او تعريفات عايز تحطها على النسخه تبقى جاهزه مع النسخه. ببساطه جدا هتحط التعريفات دي في فولدر وتحدد له مكان الفولدر دوت زي كده وتدوس سيلكت فولدر، هينزل لك كل التعريفات دي مع النسخه اوتوماتيك، يعني انت مش هتحتاج ان انت تنزل التعريفات دي. ولكن هنا انا اسيب النسخه عادي جدا. وبعد كده هدوس على بروسيس تمام اللي هو انا اكمل. وهنا بيديك تحذير ان الديفايس اللي انت عملت له سيلكت دوت او اللي هو الهارد او الفلاشه اللي انت عملت لها سيلكت او حددتها، هنا بيقول لك انها هتتعمل لها فورمات او هتتمسح. فهنا اتاكد ان انت مش حاطط اي داتا مهمه زي ما انت شايف بالشكل دوت كده. انا الهارد بتاعي فاضي او الام دوت 2 فاضي عندي ما فيهوش اي حاجه، وتتاكد انه ما معلوش اي حاجه. وبعد كده تدوس يس. وزي ما انت شايف هنا هو بدا يخش ان هو يعمل البروسيس او اللي هو يعمل لك الويندوز 2. وزي ما انت شايف هنا 0% وبدا يعد، فهتسيبه لحد ما يخلص ويوصل لحد 100%. وزي ما انت شايف هو دلوقتي بدا يعمل انستولينج للنسخه 1 2 يعني بدا يعمل انستولينج، فهتسيبه عادي جدا تمام. خلي بالك ان المرحله دي ممكن تاخد وقت شويه تمام. انا هنا عشان مستخدم ام دوت 2 فهتبقى سريعه جدا، لكن انت لو بتستخدم فلاشه فسرعه الفلاشه مثلا هتبقى 30 40 ميجا باي سكند فهتبقى بطيئه جدا. ده مثلا ممكن يوصل ل 200 300 فالسرعه هنا تبقى سريعه. ولكن خلي بالك ان المرحله دي ممكن تاخد معاك شويه وقت، فهسيبكم معاها لحد ما تخلص وارجع لكم تاني. ورجعنا لكم بعد ما خلص. وزي ما انت شايف هنا ذا اوبريشن كومبليتد سكسسفولي وكله كده في التمام تمام. زي ما انت شايف كده احنا مش محتاجين اي حاجه من البرنامج، شكرا. ممكن تقفله عادي جدا تمام. نعمل ريفريش كده. زي ما انت شايف الوين تو يو اس بي، زي ما انت شايف ان هو حاط لك النسخه بالفايلات بتاعتها. زي ما انت شايف بروجرامز فايل 86 بروجرام فايلز. زي ما انت شايف لو دخلت اصلا على السي عندي هتلاقي ان هو نفس الفايلات بتاعت السي تمام. زي ما انت شايف وتقدر ان انت اصلا تاخد البرامج بتاعتك تحطها على النسخه هنا وتتعامل عادي جدا كانها نسخه متحركه. يعني انت عايز تحط برامج، عايز تحط اي حاجه حطها هنا وهتلاقي ان هي فتحت معاك في النسخه عادي. فزي ما انت شايف خلينا بقى نخش ان احنا نبوت من على النسخه دي ونخش على النسخه دي. اول حاجه حابب اقول لك عليها انا هنا ويندوز 10 زي ما انت شايف بالشكل دوت كده. انا هنا مستخدم ويندوز 10 فديت ويندوز 11. فخلينا بقى نخش عليها وناخد كده ونقلب السيناريو عشان ايه يعني نقلب السيت اب عشان اوريك على الشاشه اللي بيحصل. فخلينا نعمل شت داون ونخش نشوف او نبوت على الويندوز 11. وزي ما انت شايف عزيزي المشاهد الجي مايكرو انتيك ظهر معانا ان هو ويندوز بوت مانجر ونقدر نبوت من عليه عادي جدا مجرد ان احنا نختاره وهنبوت من عليه. وزي ما انت شايف علامه اللودنج بتاعت ويندوز 11 ظهرت معانا، فمعنى كده ان احنا دخلنا على ويندوز 11. وايه بقى ده البروسيس العادي اللي انت بتفتح بيه اول مره النسخه عادي جدا. وبعد كده زي ما انت شايف اللي هو الاعدادات العاديه اللي هو الكيبورد والحاجات دي كلها، فاعدادات عاديه جدا. فخليني اخلصها معاكم كده على السريع. وزي ما انت شايف هنا هنكتب اسم الجهاز عادي جدا. وزي ما انت شايف النسخه فتحت معانا بالشكل دوت كده عادي جدا وشغاله وكله زي الفل، وتقدر ان انت تفتحها عادي جدا. وزي ما انت شايف وين تو يو اس بي ودوت اللي هو الفولدر اللي احنا كنا عاملين بيه الهارد بتاعنا او الام دوت 2. وزي ما انت شايف 120 جيجا عادي جدا، وتقدر تحط بقى كل البرامج والحاجات اللي انت عايزها. وده اصدار النسخه بتاعتنا زي ما انت شايف شغاله على الجهاز بتاعي عادي نفس الجهاز وكل حاجه زي الفل شغاله بدون اي مشاكل. ويندوز 11 هوم 23 اتش 2 كله زي الفل. وبس كده عزيزي المشاهد، وبكده تقدر تستخدم النسخه دي في اي مكان وبدون اي مشاكل. تقدر تستخدمها معاك، تشيلها معاك على الهارد زي ما انت شايف على الام 2 كده وتروح بيها اي مكان، سواء انت هتشتغل مكان مثلا وعايز ان النسخه معاك يعني النسخه تبقى معاك على طول، سواء مثلا بتشتغل كورد اكسل او ملفات او داتا انتري في مكان، ممكن تشيل معاك النسخه دي وعليها كل الداتا بتاعتك. مجرد ان انت تشيلها من الجهاز انت معاك الداتا بتاعتك، مجرد ان انت تركبها انت تقدر تشتغل في اي مكان وفي اي حاجه. فدي بديل يعني عايز يعني حاول ان انت تشغلها كبديل لو انت مثلا محتاج ان انت يبقى معاك لاب في مكان او اي حاجه زي كده، او مثلا في مكان انت بتروح تشتغل فيه وما عندكش البرامج او ما فيهوش البرامج اللي انت بتحتاجها والداتا اللي انت بتحتاجها. بسيطه جدا، اعمل النسخه دي وحط عليها كل حاجه بتاعتك، واول ما تخلص شغلك افصل الفلاشه او الهارد اللي انت عامله او الام 2 اللي انت عامله وخلاص وتحرك معاك الداتا بتاعتك في جيبك والدنيا سهله جدا، بالظبط كانك معاك كمبيوتر متحرك في جيبك حرفيا. او انت مثلا زي انا بستخدمك بنش مارك، او ان انا مثلا احط عليها برامج التيست او الهاردوير تيست، بروح في اي مكان انا عايز اتست حاجه او في حد جاي لي عايز يتست حاجه والبرامج مش جاهزه معايا، اوصل النسخه دي على اي جهاز مهما يكن، حتى لو بنتيوم مش هتفرق لان النسخه محطوطه على الهارد مش محطوطه على اي حاجه تانية، وعادي جدا واوصل واتعامل واجرب واعمل كل اللي انا عايزه والبرامج عليها متثبته وكل زي الفل. بسيطه جدا، ده حاجه ممتازه جدا ان انت تستعملها في كده. فما تنساش لو عجبك الفيديو واستفدت والطريقه نفعت معاك والدنيا كانت في اللذيذ، ما تنساش تعمل لي لايك وكومنت وسبسكرايب. هتلاقي في الديسكربشن اسامي الناس اللي كسبت معانا الجيف اواي، والناس دي تتواصل معايا على الديسكورد تمام، وهيدي لهم الجيف اواي بتاعت البرنامج بتاع تيك بايتس سويكر، البرنامج اللي بيسرع النسخ وبيحسن لك الاداء في الالعاب. لو ما تعرفش البرنامج ده ايه، روح هسيب لك فيديو برده في الديسكربشن، روح بص على البرنامج دوت، صدقني برنامج جامد جدي. فبدون كلام كتير اشوفك الفيديو الجاي وبيس.